بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولادي واخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنعمل صينيه كرنبيط بالبيض جميله جدا، خفيفه وجميله والخضار كده تعجبكم ان شاء الله. والبنات كلها، كل البنات اللي ما عملوش الصينيه دي يعملوها ان شاء الله، يجربوها هتعجبهم جدا جدا. اول حاجه معانا كرنبيط. شايفين الكرنبيط يا بنات قد ايه صغير ازاي؟ اول حاجه همسك الكرنبيط ده اقطعه يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هقطعه كده زي ما انتم شايفين كده، وحاطه ميه بكمون، حاطه ميه بكمون على الغاز. هنقطعه ونديله غلوتات كده من 3 دقايق كده ل 4 دقايق، يعني ندخله في السوا كده، يعني مش نسويه قوي. انا بحبه يعني ما بحبوش مهري، بحبه فيه مدغه شويه كده عشان بيديلي طعم جميل قوي ما بيبقى كده. هقطعه كله يا بنات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وارجع لكم اقطع دول ونرجع مع بعض، عشان انا بتكلم بصوت على الشغل على طول عشان الفيديو ما يطولش كده يا بنات. قطعته بالشكل اللي شايفينه ده، وهنا بقى كده ننزله كده اهو. انا غاسله الكرنبيط طبعا قبل ما اقطعه، بنغسله يكون في رملايه في حاجه، نمسكه نغسله الاول يا بنات. هنا معايا برضه شويه كمون اهم، هنحطهم بس كده في السلق، وبعد ما نسلقه ما احناش هنغسله، يعني مش هنغسل الكمون تاني. ودول توابل اللي هحطهم مع البيض، فلفل اسمر وشويه توابل مشكله وشويه كزبره وشويه التوابل اللي انا بعملها على بعضها اللي هي الهيل والقرنفل والقرفه، شويه دول، ودول شويه توابل مشكله وشويه بابريكا هما ودول شويه كزبره صغيرين. دول انا هحطهم مع خلطه البيض. صينيه سهله قوي يا بنات، ما بتاخدش دقايق عمايل، تعملوها ان شاء الله وبتبقى جميله قوي. بتتعمل في الفرن بقى، لا بشرب سمنه ولا زيت ولا بشرب ماده دهنيه كده ويتعبنا في التحمير ولا حاجه. هنعمله بطريقه سهله جدا جدا، تعملوه ان شاء الله وهيبقى جميل طعمه جميل ان شاء الله. يعني اللي عامل دايت ينفع ياكل منه، يعني هيبقى حلو قوي ان شاء الله، خفيف خفيف. هنقطع الفلفل يا بنات زي ما انتم شايفين كده، هناخد من كل، لان هو الفلفل كبير هناخد من كل واحد نص بس كفايه كده، لان هو الكرنبيط مش كتير، يعني هي المقدار كله ما هوش كبير. عايزين تعملوا بقى تضاعفوا المقدار اعملوا، بس هي الطريقه جميله قوي ان شاء الله هتعجبكم ان شاء الله. معانا برضو بقدونس وشبت وعود كزبره. شوفوا ما بنعمل الكرنبيط اللي هو القطع، يعني مش طريقه غريبه ولا حاجه، هيبقى نفس الطريقه، بس ده صينيه في الفرن من غير ما نحطه في الزيت، بس هيبقى نفس الطريقه. معايا برضو كل حاجه اقطعها اهي، معايا الشبت اهو، ومعايا كزبره، عود كزبره ده بقدونس وعود كزبره اهو. هنقطع كل حاجه وارجع لكم برضو.
بنسلقه يا بنات زي ما قلت لكم، مش هنهريه، لا هنخلي فيه كده مدغه صغيره كده عشان هو يدخل الفرن لسه. هنا بقى احط معلقتين كده زيت زيتون اهو، معلقتين اتنين اهو، مش كتير يعني. احنا عايزين الاكله دي خفيفه كده، تنفع للضيق، تنفع اللي عامل نظام غذائي، اي حاجه تبقى صحيه يعني. برضو البصل هتبدله بس يعني يدبل، ما احنا ايه هنحمره ولا هنسويه كامل، بس يدبل عشان ما يبقاش قرصه، عشان الكلام ده كله ما يدخل الفرن مش هيغيب في الفرن. يعني احنا هنحطه في الفرن كل الصينيه تتمسك ونطلعها ان شاء الله على الاكل على طول. هنديله بس التشويحه كده يدبل بس، والبصل والفلفل يطلع الريحه بتاعته الحلوه دي وخلاص. وهنا الكرنبيط كده هناخده بقى خطين من الميه كده، تسيبها نص سوا كده خلاص. هنا الحمد لله. هنا يا بنات هنا معايا الصينيه بتاعتي، حطيت معاها كده زيت زيتون اهو، حطينا زيت زيتون هي طبعا هو مش هيلزق ولا حاجه، ولا انا حاطه الورق الالمونيا الزبده عشان كده، هي مش يعني نحطه في الصينيه مباشر مفيش اي مشكله. انا اللي حاطاه بس الورقه كده، لكن هو يتحط عادي بدون اي حاجه. ولو مش عايزين تدهنوا الصينيه برده ما تدهنوهاش، بس انا عشان مش حاطه فيه ماده دهنيه كتير حطيت في الصينيه معلقتين زيت زيتون. هنا بقى معايا بيض بلدي او اي بيض عندكم هتحطوه، بس انا معايا بيض بلدي. والبيض بقى حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا 3 حبات بس حطوا 4 5، عايزين تزودوا البيض زودوا، لان هي هتبقى وجبه كامله، هيبقى الوصفه دي وجبه كامله. وده الفلفل اهو البصل زي ما قلت لكم كده مش محمره، بندبله بس كده اهو يا بنات اهو. هحط بقى هكسر البيض ونوريكم بقى هنعمل ايه بقى. انا كسرت البيض يا بنات اهو. هنحط بقى ايه معانا هنا التوابل اللي انا قلت لكم عليها، ده فلفل، حته فلفل حار، انا عندي الفلفل دي دايما ايه موجود عندي. تحطوا بقى مع محشي، تحطوا مع حسب الرغبه، هو عشان يبقى فيه حراره خفيفه بس كده. هنا بقى اهي التوابل بتاعتي، فلفل اسمر عشان طبعا البيض اهو، ودي كمون برضو، اساس الكمون والفلفل الاسمر. وهنا بقى التوابل اللي قلت لكم عليها دي اللي بحطها في الكفته واللحمه والحاجات المفرومه البانيه يعني. دي الخلطه اللي انا قايله لكم عليها اللي انا بعملها عندي على طول، دي التوابل. هنحط ايه فص توم برضو 3 4 فصوص توم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تحطوا كمون وفلفل اسمر بس يا بنات حطوا، يعني برضو هي اي حاجه عندكم، لو فلفل اسمر عشان بس البيض وشويه كمون وشويه كزبره يمشي الحال. عايزين تحطوا يعني التوابل دي حسب الرغبه برضو، اللي موجود حطوه واللي مش موجود ما تحطوهوش. نحط بقى معلقتين دقيق برضو حسب ما انتوا ايه الكميه اللي انتوا عاملينها، الدقيق حسب الكميه. انا ممكن ما احطش دقيق خالص وهتتمسك الصينيه وتبقى حلوه برضو. هنحط اهو، احط 3 معالق دقيق اهو. ممكن تحطوا دقيق شوفان، دقيق بور برضو لو انتوا عايزينها للرجيم للدايت خالص، تحطوا الدقيق وما انتوش هتاكلوا عيش جنبها. لو هتاكلوا عيش وهتحطوا دقيق عادي هتحطوا الدقيق ومش هتاكلوا عيش معاه، هتاكلوها الخلطه تنفع للشغل، تنفع حد يعني موظف ورايح ياخد معاه خلطتين، تنفع للفطار للعشاء. هو على العموم الكرنبيط من الحاجات اللي هي بتحمي الجسم من السرطان، هي والبروكلي، واللي بياكلهم على طول بصراحه. هي الكرنبيط من الحاجه اللي فيها قيمه غذائيه جميله جدا كده. وهي بنات اهو زي ما شايفين اهو. نحط بقى ايه الخضار بتاعنا اهو، هنحط بقى كل حاجه نحطها مع بعضها.
كله يعني على بعض. هنا الخضار اهو بتاعنا برضه يا بنات اهو، اللي هي البقدونس وشويه شبت وشويه كزبره. هنا الكرنبيط سلقاه بكمون لما انا قايله لكم. هنحط الكلام ده، هيحتاج حاجه واسعه عشان يتقلب كويس، اكتر اوسع من كده هحطه في حاجه وارجع لكم، هحطه في حاجه تانية. حطيته يا بنات في القدر اللي انا سلقه فيه الكرنبيط، اوسع من البوله شويه. انا قلت بدل ما اوسخ مواعين تانية القدر يعني كنت سلقه في الكرنبيط. شايفين بقى الوجبه الجميله دي تعجبكم ان شاء الله. هنحط برضو على وشها جبنه، اي نوع جبنه عندكم برضو، بس بعد ما تطلع من الفرن. انا حاطه ملح يا بنات مع التوابل بس قليل، لان احنا ما بنحبش انا عاملاها طبعا يعني صحيه شويه، عشان مقلله الملح. والكرنبيط ما بيحتاجش ملح كتير يا بنات عشان ما يحدقش منكم. الكرنبيط من الحاجات اللي ما بتحتاجش ملح كتير، ما تكتروش الملح. انا حاطه نص معلقه صغيره بتاع الشاي ملح، لان الخضار والكرنبيط والحاجات دي بيحتاج من اقل حاجه. كده يا بنات اهي. الدقيق انا مقلله برضو، الدقيق قليل 3 معالق يعني، ما همش حاجه، 3 معالق قليلين جدا. بس هو البيض هيخليها تتمسك، يعني هو البيض هيخليها تتمسك حتى لو ما حطيناش دقيق خالص. برضو اللي عايز يعملها من غير دقيق، البيض هيخليها تتمسك برضو، بس هما شويه الدقيق هيخلوها تتمسك اكتر، يعني هيخليها خرطه كده حلوه اكتر. خلاص يا بنات كده، خلاص خلصنا الوجبه. ندخلها الفرن، وبعد ما تستوي هحط على وشها جبنه وارجع اردها في الفرن لمده دقيقتين 2، يعني مجرد الجبنه ما تسيح كده هقوم مطلعاها بقى. وشوفوا ما خدتش حاجه، والله العظيم ما خدت حاجه مني، يعني ما خدتش حاجه عمايل، وسهله وجميله جدا جدا. اقول لكم حاجه، الفرن يا بنات لازم يبقى سخن قبلها، يعني نحطها على الفرن ساخن جدا، وهنحطها على الشبكه في النص، ونخلي الفرن عالي مش هنوطي الفرن. هنحطها على الشبكه في النص، والفرن مثلا يبقى على 280 مثلا او 250، يعني يبقى على درجه عاليه، وهنحطها على الشبكه. واهم حاجه الفرن يبقى ساخن قبلها. هنا بقى يا بنات هنعمل هنعمل شويه سلطه كده، معلقه حلوه كده، قيمه معلقتين كده طحينه لو سايبه يعني. نحط شويه توابل برضه صغيرين، بس مش هحط ملح ولا حاجه، هحط بس عصير ليمون اهو وتوم. نحط شويه ميه صغيرين، ونقلب الطحينه دي، وبعدين نحط عليها الزبادي. كده يا بنات الطحينه، ونحط بقى الزبادي معاها. عايزين تحطوا مايونيز برضو لو، بس انا مش عايزه احط انا عندي مايونيز بس مش هحط انا كده، عشان ما تبقاش برضو تبقى خفيفه يعني. انا بحب الطحينه بصراحه، بس مش على طول باكلها، بس انا بحبها. الطحينه مع الزبادي كده مهما كان مش هتبقى تقيله برضو. عايزين بقى تحطوا معاها كاتشب، عايزين تحطوا معاها مايونيز حطوا، يعني ممكن تعملوها كده وتزودوها كاتشب ومايونيز. طبعا انا عندي الحاجتين، بس انا مانيش عايزه احط، يعني انا عايزاها كده بس. وعشان انا هحط على وش الصينيه هحط جبنه، بعد ما تستوى هحط جبنه وادخلها الفرن لمده دقيقتين، واطلعها تاني هوريها لكم ان شاء الله. هي يا بنات قعدت قد 10 دقايق يعني، يا دوبك لما تبقى شايفين مستويه وجميله ازاي، جميله جدا جدا جدا. الصينيه بسم الله ما شاء الله تحفه. عارفين انا هعمل بقى؟ يا اما عندكم جبنه موزاريلا، اي جبنه بقى عايزين تحطوها، انا هحط الجبنه ده
دي جبنه بوك دي. انا هحط عليها جبنه كده عشان هي هتبقى ان شاء الله وجبه كده كامله. هحط عليها كلها الجبنه وارجع لكم. اهي الجبنه اهي، يعني النوع اللي انتوا عايزين تحطوه هتحطوه عليها ان شاء الله. احط بقى الجبنه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. احط كده عليها الجبنه كام قطعه كده وارجع لكم. كده هنحطها في الفرن لمده دقيقتين بس تسيح كده وبعدين نشيلها. كده الوصفه بتاعتنا اهي جاهزه يا بنات اهي. وبالنسبه للجبنه فيكم تحطوا الجبنه وفيكم ما تحطوش زي ما انتوا عايزين. وممكن تحطوا شويه جبنه موزاريلا بساط خالص، وممكن ما تحطوش خالص. هي من غير الجبنه جميله جدا جدا. وهنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفه دي جميله قوي يا جماعه للكرنبيط يا بنات. حتى الولاد اللي ما بيحبوهوش، الاطفال يعني، هيحبوه بنفس الطريقه بتاعت الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه زي ما قلت لكم للي رايح الشغل، لو حد موظف ويعمل دي الوجبه دي وجبه كامله. ممكن بقى تاكلوها اما مع شاي يا اما مع، شايفين؟ بس دي برضو السلطه دي تحفه معاها جميله جدا. رغم حاطه نص معلقه بس ملح يا بنات. والجبنه دي قليله الدسم على فكره، الجبنه اللي انا حطاها دي نص معلقه ملح بس والله مظبوط جدا جدا. ممكن تشربوا جنبها لبن، لبن او شاي زي ما انتوا عايزين بقى. يلا بقى اللي يشوف الفيديو كده يشهر لنا الفيديو ده. الطريقه دي جميله والوصفه جميله قوي يا بنات اهي. شايفين طالعه خامات حلوه ازاي؟ وزي ما قلت لكم مش عايزين تحطوا جبنه خالص، لا دي ولا دي ما تحطوش. الطريقه جميله واعملوها بقى الف هنا وشفا اهي. واللي يشوف الفيديو بقى بعد اذنه يحط لنا لايك. اللي يشوف قناه مطبخ تيتا امال لاول مره بعد اذنه يدخل لنا كده ويشترك لنا. وبشكر جدا جدا كل اللي معايا وكل اللي دخل لي وجزاك الله خير. وبعدين انا معلش كنت اتاخرت في الفيديوهات شويه يا جماعه. انا والله جايه من العمره تعبانه، كنت تعبانه جدا وقلت بقى نعمل معاكم النهارده بقى ايه الوصفه الجميله دي. وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.